السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد من قناتكم حكاية الكنز. الفيديو هيكون عن 10 ملمات لتاريخ 1973. هنعرف ايه اللي مطلوب بالظبط والتاريخ النادر جدا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني ومعانا 10 ملمات تاريخ 1973. 10 ملمات تاريخ 1973 موجود منها كمية كبيرة جدا، لكن التاريخ النادر جدا واللي مطلوب بيكون تاريخ 1980 الصقر. طيب بالنسبة ل10 ملمات الألمونيوم بتاريخ 1972 و73. بالنسبة للألمونيوم اللي هي دي تاريخ 1972 اللي بتكون مطلوبة نفس الشكل كده، ولكن تاريخ 1973. نوع المعدن بيكون ألمونيوم، لكن النحاس 1973 دي مش مطلوبة خالص. اللي بتكون مطلوبة في 10 ملمات النحاس هي تاريخ 1980، والألمونيوم تاريخ 1973. طيب اللي معاه اي عملات وعايز ان هو يبيعها ازاي؟ عندك على الفيس في جروبات كتير جدا على الفيسبوك تقدر تبيع من خلالها اي عملات معاك، سواء كانت معدنية او ورقية، عربية او اجنبية. تقدر انك تصور اي عملات عندك وتبدأ تكتب بياناتها وتسيب رقم للتواصل، وحابب انك تحدد السعر عادي حدد السعر، مش حابب انك تحدد السعر والسعر يجيلك تقييمات عادي جدا، بتكتب الاعلان وتسيب السعر يجيلك تقييمات. طيب بالنسبة للعملات اللي هي النوادر، اللي حابب ان هو يدخل العملة اللي معاه مزاد علني، بيبدأ برضو يصور العملات اللي معاه ويسيب رقم للتواصل ويبدأ المزاد بتاعه بأي سعر هو عايزه، وبتخلي مثلا المزاد متاح لمدة 48 ساعة، عشان الناس اللي بتخلي المزاد متاح لمدة 24 ساعة هي المدة غير كافية لكل الأعضاء إن هي تشارك في المزاد بتاعه. زي ما قلنا العملة 1973 نوع المعدن نحاس دي مش مطلوبة خالص. اللي بتكون مطلوبة هي 1980 نوع المعدن نحاس. بالنسبة للألمونيوم تكون مطلوبة تاريخ 1973 نوع المعدن ألمونيوم، والاتنين بيكونوا الصقر. يا ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش تعملنا بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.